وهذا يقول: احذروا أشد الحذر من سب علماء أهل السنة مثل الشيخ الإمام والشيخ البرعي والشيخ الوصابي والشيخ العدني وغيرهم من علماء ومشايخ أهل السنة، فإن الله سينتقم منكم وستذكرون ما أقول لكم إذا لم تتوبوا إلى الله تعالى، فإن هؤلاء يحملون الدين وينشرون الخير والسنة. انتهى كلام هذا السائل أو الذي أرسل هذه الرسالة. والجواب أن هؤلاء الذين ذكرتهم عندهم من المخالفات الشرعية والأخطاء ما يخرجهم من مسمى أهل السنة والجماعة. عندهم من المخالفات لما كان عليه سلف الأمة ما يدينهم بأنهم على طريق مخالف لطريق السلف، على طريق من طرق أهل الأهواء والبدع. وعلى سبيل المثال كتاب الإبانة الذي صنفه الإمام ورجعه هؤلاء، ومنهم من قدم له ومنهم من رضي به، وإن لم يذكر أنه راجعه أو قدم له فهو راض بذلك مقتنع به. وهذا الكتاب جمع قواعد أهل الأهواء بين دفتيه وصاغها على صورة أنها قواعد صاغها المؤلف لأجل أن يحل الخلاف بين أهل السنة. وفي الحقيقة الرجل يهدف إلى ما هو أوسع من هذا. الإبانة عن كيفية الخلاف أو كيفية علاج الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة، وهو يقعد قواعد فيما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع. يعني مثلا من ضمن ما ذكره في كتابه أنه لا يحكم على الرجل بأنه من أهل البدع بمجرد أنه يجالس أهل البدع لأغراض دنيوية، ولا يحكم عليه بالحزبية لأنه يداخل الحزبيين ويسايرهم لأجل مصالح دنيوية. من أين جاءت هذه القاعدة؟ هذه من قواعد أهل الأهواء التمييعية. هل كان سلف الأمة على هذا؟ لا. الإمام أحمد لما سئل عن رجل يجالس بعض المبتدعة قال ألحقه به، ثم قال أو تعلمه أنه صاحب بدعة فإن أبى وإلا فألحقه به. ما قال انظر هل جالسه لمصلحة دنيوية أو أنه جالسه مقتنعا بما هو عليه، ما فصل. أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله يقول الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. والآثار في هذا الباب كثيرة. فيأتي هذا الرجل بهذه القاعدة التمييعية لهدم هذا الأصل من الأصول. هذا مثال فقط ونموذج لتعلم أن الكتاب دخلت فيه كثير من القواعد أو أدخل فيه مؤلفه كثيرا من القواعد المبتدعة التي قعدها قبله أمثال أبي الحسن وأمثال نعم العرعور وأمثال ذلك الصاوي وأمثال الحلبي، واستقى من كتبهم فيما يظهر. وقد تنبه بعض من قدم له لذلك. لو قرأت مقدمة البرعي لوجدت أنه ممن تنبه لهذا الأمر، لكن جعل يميع القضية ويحاول أن يبرر للمؤلف بأنه ما قصد أولئك. طيب إذا كان لم يقصد ما قصد أولئك فما الذي يحوجه
إلى أن يستعمل عبارات أولئك وقواعد أولئك. ما المكلف له على ذلك؟ ولنا ما ظهر. فهم يسيرون على هذا المنهج التمييعي في الأصل، ولذلك لا تجد عندهم جوابا عندما يحاججون بأقوال السلف وعمل السلف على خلاف ما قعدوا. ردود طلاب العلم والمشايخ على كتاب الإبانة لها عدد سنين، ما رأينا منهم من رد عليها ردا، نعم، ردا مؤصلا، ردا يبين أنها على خلاف الصواب، أبدا، لأن فاقد الشيء ما يعطيه أصلا. هذا مثال. مثال آخر، انظر إلى تعاملهم مع الرافضة. الرافضة كفرهم من الواضحات، حتى ألف بعض أتباعهم الذي هو الآن من أتباعهم من رجع إليهم مؤخرا، يعني له فترة، له عدد سنين، لكن الشاهد أنه كان من طلاب دماج ثم آل أمره إليهم، وكان في أيام دماج قد ألف رسالة يقرر فيها كفر الرافضة، وأنه لا فرق بين العام منهم والعالم. كفر الرافضة، وهذا شيء مشهور، نقولات الأئمة فيه كثير، وهؤلاء يعني يقرر صاحب الإبانة أنهم ليسوا كفارا، وأنهم يعني إخواننا، وفي وثيقة يقرر أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو في مسائل فرعية، يعني مسائل تحتمل الخلاف. بالله عليك، الذي يقرأ هذا الكلام من عوام الناس إيش يقول عندما يقرأ في وثيقة الإمام أن الخلاف بيننا وبين الرافضة إنما هو في مسائل في الفروع؟ إذا سمع الرافضي يقول إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زانية، إيش سيقول العامي؟ سيقول هذه من الفروع، يعني لا نعترضهم في هذا، وهي من الأصول. اتهام أم المؤمنين عائشة تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وهكذا إذا يسمع من كفريات الرافضة يقول هذه مسائل في الفروع، وهلم جرى. فهذه أقوال خطيرة مما أدين به القوم، ومما يقولونها ولا يزالون يعتقدونها، ولم يتركوا لأحد عذرا يعتذر لهم، خاصة في الوثيقة، فإن صاحبها قد أخبر أنه قال ذلك تدينا ليس خوفا من أحد، فماذا عسى أن يعتذر له المعتذر؟ فهؤلاء كلهم بارك الله فيك من أهل الأهواء، من أهل الأهواء ومن الحزبيين. لا تظن الحزبية بطائق فقط، حزبية ولاء وبراء ضيق، ولاء وبراء ضيق. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هؤلاء يطعنون في أهل السنة والجماعة عموما، وفي تركة الإمام الوادعي، وفي طلابه الذين ثبتوا على ما كان عليه. ولا يتسع المقام للتوسع في مثل هذا، وإنما هو بيان لعل هذا السائل أو الكاتب يتضح له الأمر، فيبحث فيه بعين البصيرة والإنصاف، ويحكم الكتاب والسنة ومنهج السلف. اقرأ فقط في كتاب الإبانة وفيما رد عليه به، وتجرد من الهوى والتبعية والتقليد الذي يربون عليه أتباعهم، تجرد للحق، وادعو الله عز وجل أن يهدي قلبك وأن يوفقك للصواب. أما مجرد الرمي بمثل هذا الكلام على عواهنه فهذا قول من لم يدرك هذه الأمور، وهذه فتنة عايشناها من بداياتها، والإنسان يقول فيها بما يقربه إلى الله عز وجل،
وبما يتعبد لله عز وجل به. ما سينفعك فلان ولا علان، لا سينفعك ولا سينفعني ولا سينفع أحد إلا اتباع الحق والبعد عن الباطل والتجرد عن الهوى والعصبية. والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.